صباح الخير يا شباب. فيديو النهارده هيكون مختلف شويه ومختلف بالتحديد عن سلسله كلام في البيزنس اللي قدمنا فتره بننزل لها فيديوهات كتير، وبالمناسبه مش بنلاقي عليها اي تفاعل منكم. طبعا كلنا عارفين ان بدايه اي حاجه تعتبر مهمه جدا وبيكون ليها تاثير واضح وكبير على نجاح او فشل اي حاجه انت بتعملها في حياتك. ويمكن بدايه اليوم من الحاجات اللي هقول لك مش بتاثر على يومك بس، ولكن بتاثر على حياتك كلها بشكل عام. وعلشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن اهم 3 عادات هتساعد في ان هي تحسن حياتك للافضل. مبدئيا العادات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ينفع اي حد يطبقها في يومه او في حياته، ولكن بيكون مهم جدا ان انت ما يكونش عندك بعض المعوقات اللي تعوقك في تطبيق العادات دي، او بمعنى صح ما يكونش ذهنك مش صافي علشان تقدر تستفاد بشكل افضل من العادات اللي انت تطبقها. هتلاقي بعض الناس مثلا بتمر ببعض المشاكل الاسريه، بعض المشاكل في الشغل، حد بيمر بفتره ضغط مثلا، بيمر بفتره اكتئاب. ايا كانت المشكله اللي انت بتمر بيها هيكون صعب عليك ان انت تطبق العادات اللي احنا هنقولها النهارده، او هيكون صعب عليك ان انت تستفاد بشكل كبير من العادات اللي انت هتطبقها المفروض اللي احنا هنقول عليها في الفيديو ده. وعلشان كده لو عندك بعض المشاكل دي تقدر ان انت ممكن وارد تلاقي لها حل في الفيديوهات اللي موجوده هنا في القناه، ولو ما لقيتلهاش حل تكتب لنا في الكومنتات وان شاء الله هعمل لك فيديو مخصوص. بس اهم حاجه تتاكد ان انت عامل لايك للفيديو ده وتكمل الفيديو ده للاخر. واول العادات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده وهي الصحيان بدري. وقبل ما تقفل الفيديو، علشان انا عارف ان انت شفت العاده دي كتير قدامك، ناس كتير اتكلمت عن العاده دي قدامك وانت مش مقتنع بيها، وانا واحد من الناس كنت زيك كده بالظبط مش مقتنع بفكره ان انا اصحى بدري. ليه؟ ايه اللي هستفاده لو انا صحيت بدري، او لو انا مثلا ما صحيتش براحتي؟ لحد ما قابلتني بعض الحاجات في حياتي اللي اثبتت لي ان دي فعلا عاده بتساهم او بتساعد بشكل كبير على تحسين يومك، وبتاثر بشكل كبير على حالتك المزاجيه كلها. عاوزك تفكر معايا كده في اليوم اللي بتكون فيه عندك مثلا امتحان، او عندك محاضره، او عندك اجتماع في الشغل، او يعني في مهمه عندك الصبح وبتضطر ان انت تجبر على ان انت تصحى لها بدري وتروح تخلص الحاجه دي. طبعا تصحى بدري، تاخد الدش بتاعك، بتفطر، تشرب القهوه بتاعتك او بتشرب الشاي بتاعك، بتروح تخلص الحاجه اللي وراك دي وبترجع البيت مره تانية. بتحس ان انت عندك طاقه ايجابيه، عندك كده احساس ان انت ممكن تعمل اكتر من حاجه تاني في يومك. وعامه يعني ما بيكونش عندك الشعور بالخمول او بالكسل او الشعور السلبي اللي ممكن يكون عندك لو انت ما صحيتش بدري، او لو انت فضلت نايم لحد مثلا الساعه 12 او الساعه 1 وكنسلت الحاجه اللي وراك دي وما رحتهاش. والفرق بيكون كبير جدا ما بين الاحساس الاول وما بين الاحساس التاني. وده اكبر دليل على ان الصحيان بدري ليه تاثير كبير جدا على حالتك المزاجيه، واللي بالطبع بتاثر على حياتك كلها بشكل عام. ونقول السؤال، او جه وقت السؤال اللي بيقول طب ليه دايما احنا كبشر بنحب النوم، او بنحب الكسل والخمول المتمثل في النوم، وبنكره او ما بنحبش النشاط، ما بنحبش الحاله المزاجيه الكويسه، ما بنحبش بمعنى صح الصحيان بدري؟ في الحقيقه احنا لا بنحب ولا بنكره. يعني عايز اقول لك ان احنا كان علينا عايزين نبقى احسن ناس في الدنيا، ولكن المشكله دايما بتكون في مخنا بيكره التغيير او ما بيحبش التغيير. دايما المخ بيترجم اي تغيير او اي خروج من الكومفورت زون اللي هي منطقه الامان، اي خروج من المنطقه دي المخ دايما بيترجمها على اساس ان هي ممكن يكون في احتماليه للمخاطره، واحتماليه المخاطره دي يعني فيما معناها ان في تهديد على المخ. وطبعا المخ بيرفض اي تهديد يكون عليه. وده يمكن بشكل مبسط كده تفسير هو احنا ليه دايما ما بنحبش الصحيان بدري، على الرغم من ان دي ممكن تبقى حاجه ايجابيه ليك او ممكن تاثر على حياتك بالايجاب. ولكن زي ما قلنا مخك بيكون رافض اي تغيير، دايما بيحب الروتينيه، دايما بيحب ان ما يكونش في اي تغيير. فلازم تضحك على مخك وتكون عارف ان مخك لما يخليك تحب النوم، او يخليك تحب ان انت ما تقومش بدري، يخليك تحب ان انت ما تبقاش شخص ملتزم، تكون عارف كويس جدا ان هو مش عايزك تخرج من الكومفورت زون، وتكون عارف ان خروجك ده انت مقتنع تماما ان هو هيعود على حياتك بالايجاب، مش زي ما مخك بيكون متصور ان ده تهديد او ان دي حاجه ممكن تضرك. فبالتالي ده هياخدنا للعاده الايجابيه رقم 2، وهي التخطيط او تحديد اولويات يومك. التخطيط وتحديد الاولويات من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نتبعها في حياتنا، مش في يومنا بس. خلينا نقول ان في يومنا او تحديد الاولويات او التخطيط في اليوم هيساعدك ان انت تخطط على مدار الاسبوع، هيساعدك انت تخطط على مدار الشهر، هيساعدك انت تكون شخص بتخطط وتحدد اولوياتك في حياتك كلها بشكل عام، وان انت تكون شخص متعود على الالتزام. اي طريق هتمشي فيه بدون ما تحدد
هدف للطريق اللي انت ماشي فيه ده مصيره الفشل. الطياره اللي بتتحرك من المطار من غير ما تكون محدده المكان اللي هي المفروض تروح له طبعا بينتهي بيها الحال ان الوقود بيخلص منها ومش بتوصل لاي مكان. فبالتالي اي حاجه هتعملها في حياتك من غير ما تحدد اهدافك او من غير ما تخطط لها كويس هيكون مصيرها الفشل. فمجرد ما تصحى من النوم وتكون عملت اول عاده احنا اتفقنا عليها وهي الصحيان بدري، هتحاول ان انت تغمر نفسك في الشغل اكن بالظبط عندك زي ما قلنا في المثال اللي انت اجبرت فيه على ان انت تنزل الامتحان او تنزل المحاضره او تنزل الاجتماع اللي كان وراك. فهتغمر نفسك في الشغل على اساس بالظبط ان انت عندك حاجه ضروريه، مش تصحى تقوم من على السرير تقعد كده ما انا اديني صحيت بدري اهو مش لاقي ان انا اعمل اي حاجه، افضل قاعد ما اعملش اي حاجه بعدين انام تاني. ما طبيعي هتنام تاني. لازم تغمر نفسك في الشغل بحيث ان انت مثلا هتقوم هتاخد الدش بتاعك، تشرب القهوه بتاعتك، هتحدد المهام اللي انت المفروض تنجزها خلال اليوم ده، وتراعي ان المهام دي ما تكونش مهام معقده، وما تحددش طبعا كل حاجه المفروض تنجزها في حياتك في اليوم ده. يعني ما تحددليش مثلا 10 مهام 20 مهمه المفروض ان انت تخلصهم في اليوم ده. طبعا لو عملت كده مخك لوحده بيكون رافض الكلام ده او هيتشتت ومش هتقدر ان انت تنجز ولا حاجه من الحاجات دي. يفضل ان انت تحاول تحدد في حدود 3 حاجات بس علشان مخك يستوعب ان انت تقوم بيهم او تقدر ان انت تنجزهم من غير ما يكون فيه احساس بان انت متشتت او ان الحاجه دي تقفلك. العاده الاخيره والمهمه جدا 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 هي طبعا مش الاخيره، احنا هنتكلم عن 3 عادات بس كفيديو بسيط، ولكن في عادات كتير جدا طبعا ممكن نعملها في يومنا، ولكن الفيديو ده كان باختصار مقدمه او بدايه يومك المفروض تبداها ازاي، او تبدا البدايه الصح اللي تساعدك على ان انت يومك كله يبقى افضل او ان هو يكون احسن. فبناء عليه كانوا 3 عادات خفاف بساط 3 عادات خفاف بيساعدوا في ان هم يحسنوا يومك ويساعدوا ان هم يحسنوا حياتك بشكل عام. العاده رقم 3 وتعتبر اهم العادات اللي هنفضل نتكلم عليها ومش هنمل من الكلام عليها ودايما هقولها في كل فيديوهاتي، وهي ممارسه النشاط الرياضي. ليها دور كبير جدا في التاثير على صحتك، ليها دور كبير جدا في تقليل الاسترس او الضغط اللي انت بتتعرض له في شغلك او اللي انت بتتعرض له في حياتك، ليها دور كبير في التاثير على حالتك المزاجيه اللي بترتبط دايما بعلاقاتك بالناس اللي حواليك. فبالتالي بناء عليه ممارسه النشاط الرياضي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تراعيها ولازم تلتزم عليها. وبالمناسبه شجعوني ان انا لسه كنت امبارح في اول تمرينه ليا بعد فتره انقطاع شهر رمضان بالكامل، وعلشان كده يمكن انا بصور الفيديو ده علشان نزلت اتمرنت امبارح وبناء عليه بصور الفيديو ده. يمكن ده دليل كبير جدا على ان ممارسه النشاط الرياضي بتخلي المود احسن وبتساعد على ان احنا ننزل ونشتغل ونصور فيديوهات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتتابع سلسله فيديوهات احسن من امبارح، وتتابع سلسله فيديوهات كلام في البيزنس لو انت حابب مجال المشاريع. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.